جيو معنا نكتشفوا لائحة ديال بعض العلماء الذين تم اغتيالهم فقط بسبب اختراعاتهم. This is nuclear physicist Dr. John Mullen. He discovered how to generate clean and free energy as opposed to oil. Days after this discovery, he died of arsenic poisoning. طبعا تم اغتياله من طرف مافيا المحروقات في العالم. Dr. Don Wiley. He found the cure for HIV/AIDS. He mysteriously disappeared and later was found deceased. نفس الشيء مافيا الأدوية. Dr. Mark A. Smith. He found a treatment for Alzheimer's. He passed away in a freak accident. مافيا الأدوية أيضا. This is Frank Suarez. He apparently found the cure for cancer. He mysteriously took his own life a couple of days later. ما يمكنش عالم ينتحر بشكل غامض، ما يمكنش. هما كيديروا جرائم على كيبينوها على انها انتحار. بزاف الممثلين في هوليوود نفس البلان وقع لهم بسبب الماسونيه. طبعا احنا ملي كنا صغار كنتسائلوا علاش التطور الرهيب اللي وصلنا ليه في مجال الطب ومجال العلوم بازلنا كنعانيو من امراض يعني مر عليها الدهر. علاش؟ طبعا هنا فين كاين الاشكال. هناك واحد الفئه في العالم من تسير العالم ما بغاتش يعني ماشي في المصلحه ديالها ان يكتشفوا علاجات لهذا الشيء، حيت الهدف الاساسي كيبقى هو نقص الكثافه السكانيه وليس الحفاظ عليها. I don't know, folks. This is suspicious, blowing my mind when I found out about it.